يا صباح الورد والفل والياسمين على أحلى وأغلى متابعين. ربنا يجعل يومكم مليان بالأمل والخير وراحة البال. ما تنسوش تصلوا على الحبيب وتدعوا لأبويا بالرحمة والأم بالصحة وطولة العمر. النهاردة صباح جديد ويوم جديد، ربنا يسعد صباحكم يا رب. روتين النهاردة كله طاقة إيجابية، إن شاء الله هتستفادوا منه. بدأنا يومنا بالقرآن والاستغفار ومشروب يدينا طاقة وحيوية. اليوم النهاردة مليان، وكمان نازلة خارجة فيه وابني تعبان جدا ربنا يشفيه، فمش عارفة ان انا اعمل اي حاجة بصراحة. المهم عملنا بقى مشروب كده يدينا طاقة، وده كان الفطار بتاعي يعني كمان. وهنبدأ مع بعض بالعجين على طول. هنعمل مع بعض النهاردة الفطير الشرقي. انا هعمله كنوع من انواع الفطار. انتي تقدري تعمليه كغدا، تعمليه كعشاء، تعمليه كفطار، يعني براحتك، ممكن يكون وجبة اساسية. الفطير بتاعنا النهاردة هعمله بنص كيلو دقيق. نص كيلو الدقيق هحتاج عليه كوبايتين من الحليب. ايوه هنعمله بالحليب، هنعمله زي احسن المحلات. كوبايتين الحليب دول هضيف عليهم معلقتين من السكر ومعلقتين من الزيت، وهبدأ ادوبهم مع بعض حلو قوي. وكمان على نص كيلو الحليب هحط عليه ذرة من الملح. ولو انت عندك عجانة اعجني فيها، لو ما عندكيش اعجني في ايدك، مفيش اي مشاكل. هنبدأ نشغل العجانة وننزل بالحليب تدريجي، ونسيبها تعجن مع بعض كده مثلا 10 دقايق. العجينة بتكون معانا بالشكل ده. هنبدأ ان احنا نقسمها على طول، هنحط شوية زيت على ايدينا، وهنبدأ ان احنا نقسمها لكرات قد بعضيها. بعد ما هنقسمها هنجيب حاجة نشيلها فيها، فلنفرض صينية، وهنمسك القطعة الواحدة ونلفها كده بالزيت، نجلفنها حلوة قوي كده بالزيت علشان ما تمسكش في اللي جنبيها. لو ما عملتهاش حلو بالزيت هتمسك في اللي جنبيها. وهنسيبها ترتاح شوية، كده كده احنا ما عندناش خميرة، ولكن هنريحها شوية قيمة مثلا 10 دقايق. هنشتغل النهاردة بسمنة جاموسي. الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق متعدد الاغراض، ولكن لو انت عندك دقيق بيتزا هتتفادي الحتة ان هي تتقطع منك، تمام. ما عندكيش اشتغلي زي كده ايه بدقيق لجميع الاغراض. هنجيبها وهنفردها زي ما انتوا شفتوا كده، وبعد كده في الصينية هنحطها وهنضيف عليها الزبدة. عايزة تشتغلي بسمنة عادي اشتغلي بالمتوفر عندك، لكن يعني عشان نعمل طعم حلو فهنشتغل بسمنة بلدي. وديت الجزء التاني طبعا بنعملها مقاس الصينية، لو صينيتك كبيرة تقدري تفرديها كمان اكبر واكبر. وده كده الراق التاني، وبرضه هنحط عليه السمنة. بعد ما عملنا رقين تبدأي تحطي الحشو. انا هحشيها بالبسطرمة وبالجبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا. تقدري كمان تضيفي على الكلام ده سجق، وتقدري تضيفي كمان جبنة كيري، هيبقى معاكي ميكس جامد جدا. والحشوات برضو براحتك فيها، تقدري تعملي لحمة، تعملي فراخ، تعملي اي حاجة، كله متاح يعني. بعد ما عملنا الحشوة كده، انا كنت ناوية اخليها 4، 2 تحت و2 فوق، ولكن بعد ما عملتها فخليتها 3، خليت لها بس واحدة من فوق. عايزة تعمليها 4 برضو مفيش اي مشكلة، انا لقيتها ان هي 3 حلوة قوي. وكمان حطينا لها كده شوية جبن من فوق، وعملت واحدة كمان في صينية تاني وحطيت لها بسطرمة وجبن من فوق. هندخله في فرن عالي جدا، تمام. الفطير لازم يخش على اعلى درجة حرارة، وبعد ما يستوي معاكي على حسب قوة بوتاجازك بتطلعيه بقى وتقطعيه، وبجد دوقي احلى فطير. يعني مش عارفه اقولك كلتيه فين بصراحة قبل كده، حلو جدا. طبعا احنا عاملينه كمان بالحليب فمخدوم حلو جدا. انا بقى بحاول اقطعها بس هي سخنة، انا مش قادرة امسكها حتى، بس انا عايزة اوريها لكم عشان التصوير، عشان لو ما شوفناش في اللحظة دي مش هتشوفوها.
وطبعا السمنة كانت مدياله طعم جميل جدا، وما ينفعش بقى من غير ما يكون معاه حاجة ساقعة. ودي كده الصينية التانية كانت طلعت. وبس كده. كان عندي شوية فراخ كده، قلت اقطعهم تقطيع عشوائي علشان هبقى افرمهم، يعني علشان انا هدخلهم في اكلة بكرة ان شاء الله هيكون حاجة مفرومة. اما النهاردة كمان قلت اجهز حواوشي عشان يكون جاهز معايا وهحطه في التلاجة. جبت البصل، دول تقريبا نص كيلو بصل، تمام. وحطيت عليه 100 جرام من الدهن، وضفت عليه اللحمة، نص كيلو من اللحمة برضو. خلاص، وهنبدأ بقى نديه التوابل. اهمهم طبعا هي توابل الحواوشي الجاهزة، يعني انا بصراحة ما بستغناش عنها. وكمان اديته فلفل اسود، واديته 7 بهارات وجوز الطيب، تمام. بس كده، انا بس ما حطيتش الفلفل علشان ابني صغير، هطلع له الاول وبعد كده هرجعه تاني بقى واحط الفلفل. بس كده خلاص، هقلبه بقى حلو عشان كله يخش في بعضيه. وبقى جاهز معايا هنا بقى. ده كان وقت الغدا، فعملنا الحواوشي. كمان كنت عايزة اعمل طحينة، كانت الطحينة عندي خلصت. فتعالوا اقول لكم بقى الطحينة السهلة اللي انا بعملها. عملت لكم مع بعض طحينة كتير على القناة، هسيبها لكم، ولكن دي اللي انا بستسهلها، اللي هي ايه بقى؟ كوباية من السمسم المحمص عشان اخد طعم وريحة التحميصة، وكوباية من السمسم الابيض الني. يبقى انا كده المحمص خدت منه الريحة والني علشان اعمل الطحينة. هقلبهم مع بعض حلو، ومعايا كمان كوباية من الزيت. وهجيب المطحنة بتاعة الخلاط وهضربهم حلو قوي، اخليهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، بودرة خالص. وبعد كده في شفشق الخلاط هحط نص كمية الزيت، وبعد كده هنزل، مش عارفة التصوير تقريبا قطع، هنزل بقى بالسمسم بتاعي. واخر حاجة هحط الزيت تاني. طب ليه نزلت في الاول بنص كمية الزيت؟ علشان الطحينة ما تفصلش معايا. اغلبنا بنشتكي ان الطحينة بتفصل علشان بتستنوا تحطوا الزيت في الاخر خالص. لا، بنحط الاول نص كمية الزيت، وبعد كده السمسم، وبعد كده بنحط بقية الزيت، تمام. وهنا بقى كنا خارجين فقلنا هنعمل سندوتشات بانيه. عملنا البانيه مع بعض كتير، ما حبيتش اطول الفيديو على الفاضي، لكن بقول لكم اللي مجربش طريقتي في البانيه فايته كتير بصراحة. هسيب لكم برضو في صندوق الوصف وصفات للبانيه. وخلاص بقى نزلنا والحمد لله. ولحد هنا الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون كان خفيف على قلوبكم، يا رب يكون افادكم ولو بأي حاجة بسيطة. ودلوقتي هقول لكم دمتم سالمين ومع السلامة.